السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عن سفنجة تنجيد. هنتكلم عن أحسن وأعلى كثافة في السوق. للأسف السفنجة ديت مش بتبقى موجودة في معظم المحافظات، هي موجود المصنع عندنا هنا في اسكندرية، ولذلك هي بتبقى متوفرة هنا في اسكندرية، ففي ناس من المحافظات بره بتيجي تسأل عليها بتلاقيها مش موجودة. طبعا السفنجة بتاعتنا النهاردة من شركة صناعات فوم، ودايما احنا في الفيديوهات بتاعتنا بنتكلم فيها عن السفنج بنصور السفنج دوت. سفنجة من شركة صناعات فوم. هوريكم الختم بتاعها اللي موجود على جنب المرتبة، وهنتكلم عن سعرها الجديد، لان السفنج حاليا كل كام يوم بيعلى 12%، 6%، 5%، 10%، على حسب ما بيعلى. بس كل يومين ثلاثة السفنج بيعلى، فانا هتكلم عن سعر اليوم، سعر النهاردة، الله اعلم بكرة فيه ايه. تمام. طبعا السفنج بتاعنا او الكثافة المرتبة بتاعتنا اللي هي الوردي ديت كثافة 45، ودي اعلى كثافة موجودة في السوق بالنسبة للسفنج اللي هو بتاع تنجيد الركن الانتريهات. الحاجات اللي زي دي هوريكم احنا منجدين بيه. طبعا هنا طبعا دي الزاوية بتاعت الركنة ولسه بتتشطب. ادي الجزء اهو بتاع الركن الاولاني، هنا في صحارة، وزي ما انتم شايفين دي السفنجة اللي احنا منجدين بيها. كمان هناك اهي برضو ده الجزء الثاني من الركنة ومنجدين بيها اهي. سفنجة بقى بسم الله ما شاء الله عليها، عملية جدا وتعيش يعني تجيبها وتنساها. وادي الجزء بتاع السرير. طبعا الجزء ده فيه سرير، فيه هنا زي درج كده بيتفتح وبيسقط فيه السرير ده بالميكانيزم. وهنا كمان اهيت كل ده منجدينه بايه؟ بالسفنجة ال45. بفضل الله شغلنا كله هنا سفنج 45. طبعا دي المرتبة بتاعتنا اهيت، وبتيجي بالارتفاع اللي العميل عايزه او على حسب الطقم وارتفاعه، لان كل طقم بيبقى ليه مقاساته وليه ارتفاعاته. تمام. ادي المراتب اهيت محطوطه، طبعا نطلع منها عشان الشغل. تعالوا اوريكم الختم بتاعها اهو. ده الختم بتاعها، لازما كده نشوف الختم دوت على المرتبه، منروحش اجيب اي مرتبه وردي وخلاص. بصوا هنا المراتب التانية برضو اهي. تمام. زي ما قلنا دي كثافه 45 من شركة صناعات فوم، وفي منها ارتفاعات بقى في يعني زي ما احنا عايزين. تمام. في ارتفاعات زي ما احنا عايزين، فالشغل بيبقى فيه شغل ليه اصول، ليه ارتفاعات معينة بنجيبها. واغلب الارتفاعات اللي في السفنج اللي بتيجي للركن او الانتريهات بتبقى المرتبة اللي هي ال 13، ارتفاع 13 سم. تمام كده. طيب لو انا في المحافظة بتاعتي مش لاقية نوع السفنج دوت، هو فيه بدايل. في فيديو موجود على قناة فنون التنجيد بتاعت زوجي، كان بيتكلم فيه على انواع الشركات الافضل فالاقل. تقدروا تخشوا على القناة هتشوفوا الفيديو ده، بيقول اسماء الشركات بالتدريج كده من الاعلى للاقل في جودة السفنجات اللي نشتري منها. طب لو انا عايزة شركة صناعات عايزة اشتري منها ومفيش في المحافظة بتاعتي متوفرة، اقدر اطلبها شحن بقى. تمام كده. هحاول اسيب لكم رقم صاحب السفنج او التاجر بتاع السفنج، هحاول اسيب لكم الرقم بتاعه في الوصف تحت الفيديو. بس السفنجه ديت بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما قلت لكم كده جيبوها وانسوها، يعني ما تهبطش ولا حاجه بفضل الله. طيب سعرها كام بقى؟ سعر اللوح مرتبه زي ما انتم شايفين كده، سعر المرتبه دي حاليا النهارده عامل كام؟ عامل حوالي 2250 جنيه اللوح بس. تمام. انا بتكلم على سعر النهارده، يعني معرفش بقى بكره فيه ايه. احنا كل يومين ثلاثه بيجي لنا اتصال السفنج زاد قد كده في المية. تمام كده. هسيب لكم رقم زوجي بتاع الواتساب في الوصف، لو عندكم اي استفسار تقدروا تبعتوا له وتتصلوا بيه وتسيبوا استفساركم على الواتساب، هو بيرد على كل الناس. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم.